السلام عليكم الخوت. مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. ما تنسوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو القصة مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا كومنتيرات زوينين باش تشجعوني باش نكمل ان شاء الله في هذا المنوال ديال القصص، وندير لكم شي قصص اللي يكونوا طوال ان شاء الله. بلا ما نطول عليكم، خلونا ندخلوا في اجواء القصة. قبل ما تفرجوا في قصة سيروا شي بلاصة هادئة، ديروا الكيت وتكالماو ليا مع روحكم وهيا بينا. قبل ما تحكم على الواحد واش خايب ولا زوين، صور راسك على الظروف اللي مر منها، صور راسك على اشنو اللي خلاه يكون هكاك، ماشي غير تلحق وتحكم عليه مسبقا. فمثلا الى لقينا شي شمكار في الزنقه، ما خصناش غير نلحقوا نحكموا عليه غير هكاك، ما خصناش غير نلحقوا نعطيوه ديك الاقوال اللي تجرح صراحه. كتجرح هاد الاقوال باش تمشي وتقول لواحد راك شمكار وهو ما عرفش الظروف اللي مر منها، فهذا في حد ذاته ظلم، وظلم في حقه، وظلم كبير. انا رضا، قصتي غنعاودها لكم وغنرجع بكم سنين طويله اللور في الطفوله ديالي. انا ولد واحد العائله اللي لاباس عليهم، شركات، فلوس، و اي حاجه تحل عليها فمك كاينه في هذيك العائله. ولكن حاجه وحده اللي ما كايناش اللي هي الاهتمام والحب، بحكم ان الاب ديالي كان مقابل غير الخدمه، كان رجل اعمال مشهور بزاف، والام ديالي كانت مقابله غير صحاباتها. كنت عايش الاكثريه غير مع الخدامه ديالنا خالتي رحمه، هي اللي كانت تتعتني بيا وتتوكلني وتشربني. ما كنتش نعتبرها خدامه اكثر ما تنعتبرها الام الثانيه ديالي، او بالاحرى هي اكثر من الام ديالي، بحكم ان الام ديالي ما كانتش ماديها فيا. ومن الصغر وهي خالتي رحمه اللي مربياني. خالتي رحمه اللي مربياني. خالتي رحمه كانت واحد المراه اللي صراحه ضعيفه، ولكن كانت فقيره وعايشه غير في الكاريان، وتخدم على واحد البنت عندها، هي اللي كاينه عندها، راجلها ميت وخلاها ليها. فاش وصلنا للمدرسه طلبات الوالد وقالت ليه عافاك انا باغا نقري بنتي مزيان. الوالد تعامل معها ودخل بنتها واحد المدرسه بريفي، نفس المدرسه اللي دخلت ليها انا. داخلين، وبحكم ان خالتي رحمه كانت تجيبها معها كنا اصدقاء انا وياها بزاف. دخلت وانا نقول لها اهلا رحاب، تشرفنا بك، المدرسه تنورات. قالت تضحك وحنا تنضحكوا كاع. دخلنا وبدينا تنقراو، النهار الاول النهار الثاني حتى دازت السيمانه على ذاك الوضع. قال لنا الوالد احنا غادي نسافروا. قلت ليه ولكن الوالد راه يلاه بادي القرايه. قال لي انت غتبقى مع خالتك رحمه، غنسافر غير انا وماماك. قلت ليه ماشي مشكل. سلموا عليا وداو بالزهم ومشاو. بدينا تنقراو، والوالد والوالده قال لك غادي يطولوا في هذيك التسافيره شويه، باغيين يدوروا العالم، خداو كونجيات ديالهم
وباغيين يمشيو يتسركلو. بقيت انا مع خالتي رحمه ومع رحاب قاعدين، انا ورحاب تنتنافسوا على القرايه، تنتنافسوا على شكون اللي غادي يجي الاول. داز الوقت وجاو مالين الدار من ديك التصافيره ديالهم، جاو ما يقول لك راه جبنا لكم كادو. عطاوني انا الكادو ديالي وعطاو حتى لرحاب، وفرحنا بزاف صراحه بالكادوات اللي جابوا لينا. داز الوقت وصلوا دوك الفروض، داكشي كان ساهل مع غير التحضيري. دوزنا الدوره الاولى وسالات، نجحنا فيها. وصلنا للدوره الثانيه اللي حتى هي نجحنا فيها. طلعنا للثاني، ودوك الاعوام ما وقع فيهم حتى جديد اللي يستحق انني نعاودو، غير القرايه وليت انا ورحاب كتار من الاصدقاء، كتار بزاف. طلعنا للكوليج، مشينا للنيت، بقينا مكملين في البريفي، ولكن حياتي غادا تتغير، غادا تاخذ منحى اخر في الثامن ديالي. العطله ديال الصيف نجحت في الثامن وطلعت انا ورحاب للكاتريام. حنا فرحانين. قال لي الوالد شوف غادي نمشيو انا وياك وماماك، غادي نمشيو لواحد العرس كاين في البلاد ديال واحد العائله. قلت ليه واخا الوالد. قال لي وجد حوايجك وتصيفط مع رحاب، غدا غنشدو الطريق بكري مع الصباح وسير تنعس ما تسهرش. قلت لي علاش ما غنسهرش الوالد؟ قال لي يا ورا غدا غنشدو الطريق بكري. قلت لي واخا الوالد واخا. مشيت قلت الرحاب وصيفت معاها، بدات تبكي. قالت لي ياك دابا غتخليني غير بوحدي؟ قلت لها ورا غير شويه وغادي نرجع ما تخافيش. قالت لي اوكي ماشي مشكل. داز الوقت، مشيت وبقيت ساهر مع التليفون، مداني الناس حتى 3 ديال الصباح. تتفيقني خالتي رحمه مع 6 وتقول لي راه باباك تيتسنى فيك لتحت. نط دوشت وزربت على حوايجي، خديتهم لبستهم وتميت هابط وانا مقلوب بالناس. طلعت اللور ونتجبد في هذوك الكراسي اللورانيين، وخليت الوالده تركب له قدام. الوالد شد الطريق، دازت مده تقريبا شي 2.5 ساعة. قال لي الوالد نوض اجي حدايا. قلت له خليني الوالد نكمل ناسي. قال لي نوض ما كاين لا ناس لا والو. هبط الوالده وقال لها ديري السنطه اللور. طلعت حدا هو يقول لي ولدي انا راني ما ديمش ليك، ودابا بغيتك تتعلم السوقان من عند باك. قلت له واخا الوالد. قاصدين الطريق، وفاش وصلنا لواحد الديره ويتبادلنا البلايص وهو يعلمني، بدا يعلم فيا بشويه وانا تنحاول نسير الوضع. جاني داكشي هربان واعر. قال لي الا نجحتي ان شاء الله في الكاتريام غادي ناخذ لك موطور ولدي، تنواعدك. قلت ليه وانت غتاخذ لي طوموبيل بحال هادي الوالد؟ قال لي هذيك الا شديتي الباك غناخذ لك بحال هادي، تنواعدك ولدي. قلت ليه واخا الوالد واخا. غاديين وناشطين، خدمت المزيكا وبقينا غادين. تبادلت انا والوالد في البلايص وهو ساق، بقيت انا حداه ومسكين وخالقين السعاده حتى وصلنا لهداك العرس. تلاقينا بواحد عمي ويسلم عليه الوالد وبقاو هاضرين شحال، بقاو تيضحكوا. قال ليه عمي وكيفاش الخوادري لاباس عليك ولا كي غادي مع خدمتك؟
قال لي الحمد لله اخويا، هاد الساعه والله حتى مزيان. قال لي وهذاك الشيء اللي بغيت اخويا، غير تكون مزيان، هذاك هو الافضل. قال لي الوالد وانت كي غادي؟ قال لي هو اخويا الحمد لله غادي مع المشاريع ديالي تنحاول نكبرهم، واخا حتى الازمه، ولكن نقولوا الحمد لله وصافي. قال لي ماشي مشكل، جي عندي الا خاصك شي حاجه اخويا، راح ناخذ زعما. قال لي عمي واخا ما يكون غير خاطرك اخويا، ما يكون غير خاطرك. تجمعنا مع الناس ديال داك الطوار ودوزنا داك العرس اللي داز مزيان، داز زوين كاع. جا واحد عمي اخر تاني، ولكن هذا ما حملتوش، مريض في دماغه، ما عرفتش مالو كاع، ما عرفتش مالو مع الوالد، جا منفخ عليه وما بغاش يسلم عليه كاع. قال لي الوالد الغد ليه ان شاء الله غادي نشدو الطريقه ولدي نرجعوه بحالنا. قلت لي واخا الوالد. مشيت بغيت نعست وضربتني الفيقه تقريبا مع ديك 2:30 د الليل. نضت وتخنقت، ما عرفتش مالي، ما عجبنيش الحال. نضت خرجت وغادي مسركل، دزت حدا الطوموبيل ديالنا وانا لقيت داك عمي جالس تحت ديك الطوموبيل. غي شافني ووجهه ولا صفر بزاف. قلت لي عمي اش دير؟ قال لي كانت داخله، ما عرفتش اش كان داخل هنا فهاد تحت الطوموبيل، شي حيوان، شي كلب ولا ما عرفتش. قال لي وانت شنو خلاك فايق؟ قلت ليه ما دانيش الناس وصافي، هادشي اللي وقع. قال لي سير تنعس ولدي، راه غدا تابعكم الطريق، سير. قلت ليه واخا عمي. مشيت نعست وما دخلاتش ليا ديك الهضره راسي، ولكن قلت ممكن يكون هادشي صحيح. غاد ليه طلعنا في الطوموبيل وغادي شادين الطريق حتى تنسمع الوالد تيغوت. قلت لي مالك الوالد مالك؟ قال لي الطوموبيل ولدي ما بغاش تحبس، الطوموبيل ما بغاش تحبس. قلت لي واشنو المعمول دابا؟ قال لي خصني ضروري نوقفها. كانت غاديه الطوموبيل بسرعه، خرج من الطريق وغادي زالق في واحد البيست حتى تخبط مع واحد الشجره وبدات تتقلب الطوموبيل. ما بقيت عاقل على والو حتى فقت في السبيطار وجاي عندي الطبيب قال لي الحمد لله ولدي على سلامتك. قلت لي فين انا وفينا هو الوالد والوالده؟ قال لي اولدي اش غادي نقول لك، الموت ولدي علينا حق، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. قلت لي كيفاش اش تقصد؟ قال لي اللي تنقصد لك انه والديك ماتوا. قلت ليه كيفاش والدي ماتوا؟ لا 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 اكيد غير تكذب، لا ما يمكنش. قال لي الحمد لله فاش عرف باباك بان الطوموبيله باغا تقلب ضربته مع الشجره، فاش فقدتي الوعي باك بقى فايق، فك الباب ودفعك لاحق، هما شعلت العافيه في الطوموبيل. تقاسيتي بشي حروق ولكن كانوا عاديين. اولدي باك راه عتقك من الموت وكان بامكانه يبقى هو حي، ولكن فكر فيك انت ولدي. فكر فيك. طوموبيل شعلت فيها العافيه وما لقينا حتى حاجه، كل شيء مفحم، كل شيء ما لقينا والو. قلت ليه حتى الجثث ديال الوالديه ما يمكنش ليا نشوفهم. الله يا ربي اش هادشي اللي وقع لي، الله يا ربي ما عرفتوش منين نازل لينا هادشي، ما عرفتش منين. قال لي
اولدي ربي كبير اولدي، ربي كبير وما تيسد باب حتى تيحل البيبان. تيقفى الله ولدي، والله راه غادي ينصفك ولدي. باك ما تخليش يدير غير التضحيه غير هكاك، ترحم عليه وراه هو وعتقك باش تكون اكثر منه. انا عارف باك وعارف تبارك الله عليه فين واصل. نبغيك ولدي توصل لكثر منه. ايها ولدي، نبغيك توصل لشي حاجه اللي اكثر منه. قلت ليه دابا انت ممكن نخرج. قال لي غادي تخرج في هاد الايامات. قلت ليه واخا، المهم انا دابا في مدينتي ياك؟ قال لي انت دابا في مدينتك، ورا شي ناس تيتسناو فيك باغيين يزوروك. قلت ليه دخلهم. دخلات رحاب ودخلات خالتي رحمه. عنقتهم وبديت تنبكي. قلت لها ماما وبابا مشاو، خالتي رحمه مشاو. قالت تصبر فيا رحاب وما خلات ما دارت على قبلي على ودي باش نصبر. خرجت من السبيطار ومشينا للفيلا. لقيت العائله ديال الوالد، لقيت داك عمي وما ناشطين وفرحانين. جا عندي عمي ويقول لي اولدي انت راك باقي صغير، سيني لي على هاد الوراق باش نتكلف بالثروه ديال باباك حتى تكبر انت. انا ما كنت باغي والو، باغي غير بابا يعيش، باغي غير بابا يرجع ليا، ولكن اللي مات ما تيرجعش. سنيت لي على دوك الوراق كاملين وقلت ليه عمي تكلف انت بكل شيء تنوصل انا للسير القانوني. قال لي واخا ولدي ما يكون غير خاطرك، غير سير كون هاني. دازت المده وتفركتوا العزايه. عمي جاب مراته وولادو وبنتو للفيلا، ولاو توما مستقرين معانا، ولاو تعيروا خالتي رحمه وتينقصوا منها هي ورحاب. تينقصوا منها واحد ولدهم حاقر عليها نيت، ديما تيضرب رحاب. هو كبر منها بعام تقريبا. واحد النهار لقيتو تيضرب فيها وانا نمشي عنده وانا نقصدو وانا نقول ليه مالك معاه انت؟ قال لي ودخل سوق راسك انت. جمعتها معاه صرفيقه مع شي نازل وانا نجبدها معاه ديريكت بونيها. طاحوا كاع نيفو في مؤامرين دم. جابا هو يقول لي انت تضرب لي ولدي الكلب، الا والديك ما ربوكش انا غادي نربي ليك. عطاني السلخه ديال العصا ويقول لي شوف سيدي، انا داير فيك هذا الخير لوجه الله وبغيت نربيك، ولكن ما تستاهلش الخير. يلا خرج انت وهاد الخدامه وهاد بنتها، خرجوا عليا من الفيلا ديالي. قلت لي الفيلا ديال الوالد وانا الوارث الشرعي ديالها. قال لي كنتي، ولكن باللي وقعتي لي على دوك الوراق بحال انا تبنيتك وتنازلتي لي على كل شيء، فهمتي ولا لا؟ قلت ليه يمكنش لي نمشي لشي بلاصه، الفيلا ديال الوالد مستحيل يخرجني منها شي واحد. عيط على واحد الكارد كورات يلاه جابهم وبداو تيلوحوا لي في حوايجي وخرجوني برا. خرجوا تاع رحمه ورحاب وتصدمنا كاملين. قلت لي يا خالتي رحمه مرحبا بك ولدي، خير ديال باباك سابق، مستحيل تمشي للزنقه. داتني الكاريان ومشينا لهاديك البراكه عندهم. قالت لي يا سير غتنعس انت ورحاب في هذاك البيت، رحاب تهلاي فيه. قلت لها واخا خالتي سمحوا لي.
تحولنا درنا انتقال وخدينا انتقال ديالنا من ديك المدرسة. قرينا الكاتريام مع ولاد الشعب، نجحنا في الكاتريام وطلعنا السانكيام. انا ورحاب غادين وعلاقتنا تتطور بزاف كاع، حتى طلعنا السيزيام اللي بدات حياتي تتبدل فيه. تنتعرف على دراري ودراري بزاف كاع. تعرفت على ناس لي بزاف كاع. نجحت في السيزيام وطلعنا للباك انا ورحاب. بدينا في الدورة الاولى وصراحة عشراني اللي تعرفت عليهم كانوا خارجين الطريق. تبليت معهم وليت تندير كل شيء. واحد النهار ويجي واحد الدري كبر منا، جاو وقالوا لي الدراري راه كان في الغربة، قال لنا الخوت انا تقديت شي حبات اللي واعرين، غادي تذوقوهم، غادي تهبلوا، غادي تمشيو تهربوا من هذا العالم هذا. عطانا حبه لواحد وشربناها. بديت عقلي مقلوب ومشيت للدار. ودقيت. حلات عليا رحاب وانا نقول لها فين هي خالتي رحمه؟ قالت لي ما كايناش. فاتوا وانا نست الباب، دخلتها معايا لك البيت فين كنا تنعسو. وليت بحال الوحش وهي ما قدراش تقاوم. تعديت عليها ودخلات خالتي رحمه وتتغوت. قالت لي اش درتي يا ولدي، اش درتي؟ حشومه عليك، واش هذا هو الخير اللي درنا فيك؟ ديك الساعه عاد عقلي بداتي توقد. قلت اش درتي يا رضا، اش درتي؟ اشنو درتي؟ واش انت بشر ولا اشنو؟ قلت لا ما يمكنش هاد الشيء، اكيد انا نكون غير تنحلم، اكيد ما يمكنش ندير هاد الشيء، ما يمكنش ندير هاد الشيء في الناس اللي مدوا لي يدهم. هاد الشيء مستحيل انه يكون وقع. لا انا واقيلا كاين في شي كابوس وخصني نفيق منه. عافاك رحاب فيقيني. سمعت خالتي رحمه باغا تعيط للبوليس وانا نهرب. انا ما بغيتش نمشي للحبس، انا ما بغيتش نمشي للحبس. مشيت درت اوتوستوب وتلقيت لواحد الكاميو. قال لي داك مول الكاميو امالك ولدي؟ قلت لي عافاك ديني معاك فين غادي؟ قال لي ياك ما هارب لداركم؟ قلت لي لا غير بغيت نبدل المدينه. قال لي واخا ولدي انا غادي لطنجة. قلت لي واخا ديني معاك عافاك. شد معايا الطريق ووصلني لطنجة. انا اولت باش نخوي البلاد حتى انا. بديت نقلب كيفاش غادي ندير حتى غادي نخوي هاد البلاد هادي. تنقلب على خدمه بعدا. واحد النهار وانا نلقى واحد الراجل هاد واحد الصندوق ديال الحوت وثقيل عليه، هو شارف مسكين. مشيت عنده وقلت لي نعاونك عمي. هزيت معاه الصندوق وهو يقول لي يا ولدي انا محتاج واحد اللي يخدم معايا. قلت لي انا عمي. قال لي انا ولدي راه صياد تندخل للبحر، بغيت غير اللي يخدم معايا. قلت ليه واخا غنخدم معاك عمي. وليت ندخل معاه المرسى وتنخدم معاه ديما كنخدم معاه. واحد النهار وانا نعاود لي على قصتي وهو يقول لي يعني البوليس يقلبوا عليك اولي، انا غندير معاك المزيان. فاش غندخل للبحر غادي نحاول نوصلك لاقرب نقطه لاسبانيا، وسير ولدي قلب على راسك. قلت لي واخا عمي واخا. غدير معايا
خير لي ما عمرني غادي ننساه، ما عمرني غادي ننساه طول حياتي. قال لي ما تقولش هكاك ولدي، هانيه ما كاين باس. دخلني للبحر وبقينا غاديين مده حتى وصلت لإسبانيا. فاش وصلت كانف، ما عارف منين ندخل ما عارف منين نخرج، ولكن بحكم انني تنعرف اللغات الانجلي والفرنسي ما عنديش شي مشكل كبير، بحكم انني كانت عندي غير 16 عام وشي حاجه وباقي ما كملش 17. ماشي قلت لواحد سيدي وريني شي خيريه، مشيت لواحد الخيريه فيها المغاربه والجزائريين وفيها توانسه. دخلت معاهم وكاين حتى شي قوار. بديت تنتعايش وكملت. شديت الباك ديالي تما. فاش خرجت من الخيريه خرجت بوراقيه بعدا. هذه هي احسن حاجه درت. بديت تنقلب على خدمه، حتى لقيت واحد الخدمه في واحد القهوه. بديت تنقرا ونخدم في نفس الوقت. واحد النهار وانا خدام ما عليا ما بيا، حتى دخلوا واحد الجوج ما عليهم ما بيهم. دخلوا تيهضروا تيتناقشوا عادي واحد شويه وما يهزوا الفراده على بعضياتهم. هزوا الفراده وبداو يتغاوتوا. شد داك المنظر انا ولقيت بلا واحد جاي تيتسلت وباغي يتيري فيهم بجوج، وانا نغوت قلت لهم عندكم داروا ما يلقاو خونا، نيشو ما يتيروا فيه بجوج دقه وحده. وداروا يشوفوا ببعضياتهم. مشيت عندهم وقلت لهم امالكم هبطوا سلاحاتكم. نيشو عليا وانا نقول لهم ولا لا صافي ما قلت والو. دقت واحد هو يقول لي الاخ مغربي، وانا نقول ليه باش عرفتيها؟ قال لي المغاربه هما اللي ما تيدخلوش السوق راسهم. قلت ليه واه اخويا مغربي، انت واقيلا مغربي؟ قال لي انا مغربي، وعلى هذا الشيء ما غنقتلوكش. حنا راغي جايين ودايرين هاد الخطه باش يجي داك خونا، والحمد لله حقاش علمتينا، شكرا لك. قلت ليه هذا واجب. قال لي انت خدام هنا؟ قلت ليه ايه خدام هنا. قال لي واش هاد الشيء علاش جاي؟ باش تخدم في قهوه وتدخل فلوس قليله؟ قلت ليه لا انا جاي باش ندير الفلوس ونرجع ننتقم. قال لي كيفاش؟ قلت ليه راه واحد عمي استولى لي على الاملاك ديالي، راه انا ولد البوزيدي. قال لي كيفاش؟ قلت البوزيدي واش داك اللي مات؟ قلت ليه قال لي البوزيدي كنت نتعامل معاه مزيان وتيتعامل معايا حتى هو، وكان عنده واحد الولد نتفكر سميتو ولد البوزيدي يا ربي سميتو كان سميتو رضا. قلت ليه هو انا هو رضا ولد البوزيدي. عنقني هو يقول لي تشرفت بك، باك كان راجل مزيان كاع، كان راجل اللي بزاف تبارك الله واصل وما تيظلم حتى واحد. قلت ليه انا داو لي الاملاك ديالي وما عرفتش كيفاش الطريقه نردهم بها. قال لي خدم ودير الفلوس، وديك الساعه تنواعدك ولدي حتى الفلوس تيديروا اي حاجه غترد كل شيء بالزيا بالخاطر. قلت ليه مزيان هادي وشكرا لك على المساعده. قال لي يا ولدي انا وهاد صاحبي داخلين في هاد المافيا مده، حنا هما اللي مسيرينها دابا، يعني حنا عندنا كلمتنا وندخلوا لك حتى غادي تدخل معنا. قلت لهم شكرا، خيركم ما عمرني غادي ننساه.
قال لي ولكن غادي تسافر معنا، غادي نمشيو لشي دول حتى غادي ندربوك مزيان، حتى غادي تدرب. قلت لهم واخا. تفارقنا انا وهذوك الرجال، خلاو لي رقم التليفون ديالهم ويقولوا لي صافي خرج انت من هاد القهوه وعيط لينا وحنا غادي نديرو معاك، انت غادي نتلاقاو. ديك الساعه مشيت عند داك مول القهوه وقلت ليه صافي عطيني حسابي، مبقيتش مكمل معاكم. خديت الحساب وتنطلب سيدي ربي تكون هاد الخطوه اللي اتخذتها تكون مزيانه ليا. صونيت على داك الراجل اللي سميتو حسن، جاوبني ويقول لي حنا غنجيو عندك دابا. وقفت عليا واحد الطوموبيله في الكحل الجاج ديالها فيمي، هبطوا الزاج وانا نلقى حسن، طلعت معاه هو وشي رجال، داني لواحد الفيلا ويقول لي هنا فين كاين المقر ديالنا. اول حاجه قبل ما تخدم معنا غادي نديوك باش تبدا التدريب، غادي ندربك انا وكلاوديو. قلت لي شكون كلاوديو؟ هو قال لي هذاك الراجل اللي كان معنا، غندربوك كلها، غيدربك على حاجه حتى غتولي مزيان وقاد تخدم معنا. قلت ليه واخا انا قابل. قال لي سير ترتاح دابا، غدا غادي نبداو التدريب. مشيت ودخلت لواحد البيت، حطيت تليفوني تشارجا والتكيت جبت ضربتها بنعسه. الله شحال هذا ما نعست بحال هاد النعاس، كانت نعسه اللي مريحه. ما حسيتش حتى فيقني حسن، قال لي يلا وصل وقت اننا غادي نمشيو. شدينا طريق لروسيا، شدينا الطريق وصلنا لتما ومشينا لواحد الجبل ديال الثلج، تما فين غادي نبدا انني نتدرب. دخلنا وبدا تدريب اشد الانواع ديالو. اي حاجه ديال التدريب اننا تنديروها، ماشي تندرب على السلاح، تندرب على الفنون القتاليه، ما تنزقل حتى حاجه ما تنزقلها في التدريب. اي حاجه خصني ندرب عليها وخلاص. دازت مده ديال الوقت وانا باقي غير تندرب. صراحه طلعت واحد الفورما اللي زوينه بزاف بالتدريب. ونصيحتي للدراري سيروا ديروا السبور، راه هي اللي غتنفعكم، وبعدوا على البليه. فهذه النصيحه خذوها مني، لان الصحه الا مشات ما تترجعش. خلينا نكملوا قصتنا. بقيت دائما تندرب يوميا. فاش ساليت التدريب مشينا للصين، داوني عند واحد سميتو جون، تيفهم في الأنظمة. قال لي هذا بغيناه يتعلم، بغيناه يتعلم الهاك. قال لي سيروا خليوه. بديت مع داك اللي عينيه مجبدين تيعلمني الهاك. صراحة كنت مولوع بهذا المجال وكنت نعرف فيه شي حاجة، بحكم ان داكشي ما جانيش صعيب، او بالاحرى انا اللي كنت نبغي داك المجال و تنحماق في داك المجال، فلداك الشيء جاني سهل واخا تهكاك. دازت مدة الوقت وتعلمت نيت مزيان.
رجعنا لإسبانيا وما يقولوا لي غترتاح واحد الشهر وغادي يبداو المهمات. قلت لهم بغيت فلوسي ديال المهمات يكونوا كاش. قالوا لي ما طلبتي غير الموجود. بداو المهمات، مرة تيعطوني تصويره ديال واحد بغاوني يقتلوه، مرة وتمشي تندير كاع داكشي اللي باغين. ولكن الاغلبيه انا خدام في واحد البلان اللي ما تنقولوش ليهم. تنخترق البنوك وتناخذ الفلوس، تنحولهم لواحد الكونط وتمشي تنسحب فلوسي. كحلتها فلوس، مشيت شريت واحد الفيلا صغيره، هي غير فيلا بتي فيلا وفيها واحد لاكاف. داك لاكاف قسمت الحيط ديالو على جوج، و بحال قسمته على جوج ودرت واحد الحيط، وداك الحيط درت وسطو واحد الباب ما تيبانش. ثم في الجهه الاخرى بديت نحط الثروه ديالي اللي تنجمع، اي حاجه شفرتها تنجمعها. واحد النهار وانا كانت المافيا ديالنا دايره واحد الصفقه مع واحد المافيا مكسيكيه. دخلت للدارك ويب بواحد الحساب ما معروفش، وانا هدرت مع واحد المافيا ايطاليا وقلت لهم على موعد ومكان الصفقه. مشيت وعيطت للبوليس حتى هما، عطيتهم العنوان. داز الوقت، وصل الموعد ديال الصفقه، تواصلت مع المخابرات وحتى هما عطيتهم العنوان. درت راسي مريض وما بغيتش نمشي لهاديك الصفقه. جا عندي حسن ويقول لي امالك؟ قلت ليه صراحه انا مريض بزاف، ما نقدرش نتحرك معاكم، غادي نسبب لكم غير شي مشكل. قالوا لي واخا بقى ماشي مشكل، هانيه، المهم هي صحتك. قلت لهم سيروا الله يعاونكم. هاد الجوج سمعتهم واحد النهار تيخطوا ليا باش يعطوني واحد المهمه ويدخلوني للحبس. داكشي باش قلت نتغدى بهم قبل ما يتعشاو بيا، ولكن مع الاسف ما غيطراش داكشي اللي توقعته. دازت مده وكانوا راجعين وكل شيء مضروب. حسن وكلاوديو اللي كانوا صحاح. قلت لهم شنو واقع؟ قالوا لي معنا شي واحد اللي تيوصل الهضره. قلت لهم كيفاش؟ قال لي دخلت مافيا على الخط، حتى البوليس دخلوا. قلت لهم اها وشنو المعمول؟ قالوا لي هاد الخائن هذا خصنا نعرفوه، لان هاد البلان كان في راسنا غير حنا والمافيا المكسيكيه، لان المافيا الايطاليه شكون اللي غيقولها لها؟ صراحه انا ما كنتش ضارب الحساب لهاد القضيه. قالوا لي عندك مهمه، عندك واحد المهمه غديرها وغتربح عليها فلوس كثيره. قالوا لي شنو هي؟ قلت لهم شنو هي؟ قال لي غتقصد واحد المافيوزي، غادي تحاول تسلت وتدخل لدارو، غتلقى واحد الكوفر فور، جيب الفلوس اللي فيه وغادي ندورو معاك نيت. قلت لهم واخا. قلت لهم شحال غناخذ؟ قال لي غتاخذ 10,000 دولار. درت راسي قلت لهم اشنو هي كوفر فور وناخذ 10,000 دولار؟ قال لي دير داكشي اللي قلنا لك ولا ما نضبنوش لك اش ممكن غنديروا ليك. قلت لهم واخا بيكون غير خاطركم. مشيت وقصد داك المافيوزي، دخلت ولقيت دارو ما محمياش مزيان، بحكم انه حتى واحد ما تيتجرأ عليه. دخلت وحاولت نفتح الكوفر فور، ما بغاش. تم داخل داك المافيوزي وهاز السلاح لانه سمع الصوت. ما دخل وانا نتيري فيه، تلاح وانا نجرو جيت الكوفر فور، قوت وجهه مع واحد الكاميرا وانا حط لي صبعو في واحد اللعيبه وي تفك داك الكوفر فور. لقيت ثروه كبيره بزاف،
جمعت داكشي درتو في بوالز وانا نمشي، خرجتو وانا نديه للفيلا ديالي. باغي نتلاعبوا مع مغربي، دخلت داكشي وخبيته عندي. ديك الفيلا حتى واحد ما كان عارفها بلا عندي، حتى واحد، حتى اعضاء المافيا والرئيس ما كانوش عارفينها. داكشي باش كانت هي الامان باش نخبي فلوسي كاملين. رجعت عندهم وقلت لهم ما قدرتش ندير المهمه. قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم وما قديتش. كعاو عليا وانا نقول لهم راه لقيت واحدين اخرين اللي داروا المهمه. ما ضاوش هما بالخساره وبداو مراقبيني نيت، وانا بغيت نحاول نتسلت. واحد النهار هما يقولوا لي شوف عندك مهمه، غتمشي لهاد العنوان، غتلقى واحد الواحد وغتقتلو. قلت لهم واخا، وانا مأول ندير معاهم غير هاد المهمه نسلت ونسلت ديك الساعه. مشيت شوف داكشي ماشي تلعيه. وصلت عند داك خونا، مع دخلت مع تيريت لي فراسو وانا نلقى الدنيا عامره بوليس هازين عليا السلاح وطيحوني بالقوه. داوني وانا في الكوميساريه دخل عندي واحد خونا ملتم وجهه، قال لك حسن الا جبتينا غي ودع الحياه. بديت انا دخلوني للحبس وبديت نحاول ما نجبت لا صداع لا والو. انا داخل لهنا مقدم مع ديك المافيا، لقيت شي عصابات تما في الحبس وانا عاودت لهم على البلان على ديك المافيا الاسبانيه. كلشي كان حاقد عليها. جمعت كاع دوك العصابات ورديتهم في عصابه وحده، قلت لهم خصنا نتحدوا الا بغينا نربحوهم. قالوا لي واخا. كاع دوك الرؤساء ديال العصابات وكل واحد باغي يولي رئيس ديال هاد العصابه هادي، وانا نقول لهم عرفتي اش غيجيكم مليح، غادي ننتخبوا حنا كاملين. كاع دوك الرؤساء كل رئيس ديال عصابته غادي نكون معكم حتى انا، وغادي نشوفوا الاغلبيه ديال العصابات على من غيصوتوا. كل عصابه صوتت على الرئيس ديالها، وانا نقول لهم هادشي ما خدامش. باغي نوضوا بيناتهم وانا نقول لهم اسقاو، القرعه هي اللي غتحكم، نديروا القرعه. جبنا واحد الآلة، حنا نقول لهم كل اختاروا الرقم ديالهم، كل اختاروا داك الارقام ديالهم وحنا ندخلوهم لهذيك الآلة. بدات واحد العجله تدور ويجي في الرقم ديالي. بداو تيصفقوا عليا وصراحه حاجه اللي ما توقعتهاش انهم رضاو بالحكم. قلت لهم واش دابا كلشي راضي؟ قال لي باللي دارت القرعه ما عندنا ما نقولوا. قلت لهم شكرا لكم الدراري، ودابا خصنا نوجدوا باش نحيدوا ديك العصابه من الطريق. قلت لهم خصنا نبداو في لونطريمون من دابا، بحكم انكم شحال هذا ما خرجتوا غادي نديروا هروب جماعي من الحبس. قالوا لي كيفاش غدير؟ قلت لهم انا غنفرجكم. دوزنا مده وحنا تنترينيو حتى وجدنا مزيان. انا نقول لهم وصل الوقت. مشيت وجدت شي العيبات، بحكم انني تنفهم في داكشي ديال الالكترونيك. مشيت وانا فرقعت واحد البوست ديال الضوء، خلطت شي تيوات ديال الضوء مع ديال الماء، وتم ديز الماء مع الضوء يتشعل العافيه. ولو الموظفين ملهيين وقصدنا شي غارديانات، خمجناهم وخدينا السوارت، مشينا قاصدين داك الباب.
فكينا علينا ولقينا ديك الساحه، ما بغاش يتفك لنا الباب وحنا نبداو نقزو من السور حتى هربنا كاملين. ويقولوا يا كيفاش طاحت عليك هاد الفكره؟ قلت لهم وزيدوا سكتوا. دانا واحد خونا لواحد الفيلا، او هادي ماشي فيلا، هذا قصر. كان واحد الرئيس اللي كبير ديال واحد المافيا وعنده قصر. قال لي انا محمر في الانتقام، راهم قتلوا لي ولدي. قلت له حتى انا تنوعدك حتى غادي ننتقم، تنوعدك. قلت ليه هانو غير كون هاني. بدينا تنجمعوا عليهم في المعلومات وعرفنا بلا دايرين صفقه مع ديك المافيا المكسيكيه نيت. قلت لهم دابا وصل الوقت. بديت تنتقم ما كاينات شيار بالقرطاس. بان لي حسن وانا نتيري فيه، طاحوا ويجي حداه واحد الدري تقريبا تا هو يكون قدي. بدا تيبكي بدا تنصح فيه حسن شي نصائح في ودني، هو صافي حسن ويموت. داك الدري هز سلاحو وبدا تيغوت وتيبكي. ولكن حلف هذاك الانتقام بيكمل على خير. تمو جايين شي طوموبيلات د المخابرات، كلشي هرب وبقيت غير انا. تميت تنجري وتفرقوا هادوك تيقلبوا، وانا تابعاني واحد الوحده اللي ملتمه مغطيه وجهها. تنجري دخلت وسط الغابه ويا ما باغاش تفك معايا. درت من ورا الشجره وتمت جايه جهتي وانا نضرب الرجله، يتجبد في الارض. بدات تتعير بالدارجه وانا نقول لها الاخت مغربيه. سمعت صوتي وهي تصدم، دارت تشوف فيا وتتحقق مزيان. هي تقول لي رضا؟ قلت لها ايه رضا، شكون معايا؟ ناضت تمت تجري هاربه وتتبكي. تبعتها وليت انا اللي تابعه حتى شتيتها ودورتها عندي. حيت ليها داك التام ولقيتها رحاب. رحاب اللي ما عمرني ما سولت فيها فاش دخلت هاد الهيد ديال المافيا وهاد الشيء. قلت لها رحاب كي بقيتي مزيان؟ قالت لي اش من كي بقيت؟ حشومه عليك هادشي اللي درتي، حشومه عليك. ماما بقات تقول لي كون غير بقى ماكش غنجيب ليه البوليس، كون غير بقى كنت نزوجكم وتعيشوا هانين وبلا شوها. قلت لها فين هي خالتي رحمه؟ قالت لي راه فاش خدمت جيت لهنا جايه لاسبانيا. قلت لها عافاك ديني لعندها. قالت لي واخا غادي نديك. داتني وانا نلقاها عنقتها وبقيت تنبكي. لقيت معاها واحد الدري تقريبا عنده ديك 4 سنين ولا 5. قلت لهم شكون هذا؟ قالوا لي هذا ولدك. عنقته وبقيت تنبكي. قالت لي رحاب ودابا شنو غنديرو؟ قلت لها دابا غادي نمشي غادي نرجع الثروه ديالي من عند عمي وغادي نتزوجو. قالت لي منيتك تهضر؟ قلت لها ايه ما كاين ما نطولو. قالت لي اوكي واخا كلامك تحترم. رجعنا للمغرب ومشيت للشركه ديال بابا وانا مبدال. وصلت ومع الدخله لقيتهم دايرين اجتماع يفكروا كيفاش يديروا الشركه لانها غادي تدخل في افلاس. اقترح عليهم واحد خونا قال لي ما نبيعوا، اش بان لكم نبيعوا الشركه باش ما نخرجوش متضررين. ما تسمعت ديك اللعبه وبداو تيوافقوا. وانا نقول لهم انا مستعد نشري
الشركه الاسهم ديالها كاملين، واش موافقين تبيعوا؟ كلشي وافقوا. ويبان ليا داك عمي بان ليا حتى هو حرك راسو وافق. حتى واحد ما عرفني، قلت لي انت هو المدير؟ قال لي ايه انا هو المدير وعندي اعلى نسبه بنسبه 85%. قلت ليه غنخلص هادو في الفلوس القليله اللي غنعطيهم وانت فلوسنا كثيره، يلاه معايا وغادي تخلص. قال لي ولكن ما غنسينيش دابا. قلت لي لا ما غتسيني تنوريك فلوسك. وقعوا لي دوك خوتنا وحطيت لهم فلوسهم فوق الطبله. بنت ليه بلا لاباس عليا، وريتو الكونت ديالي في البنك وهو يطمع. قال لي دابا الا شريت الا بعت لك هاد الشركه خلينا نبقاو صحاب. قلت ليه ويلي واخا ما طلبتي غير موجود، اصلا انت غنحتاجك ذكي، وهاديك شركه بحال هادي غنبغيك معايا في الخدمه. قال لي واخا مرحبا، غنمشي انا وياك بعيد. قلت ليه واخا. شدينا الطريق حتى وصلنا للفيلا ديالنا اللي هو استولى عليها ودار دارو. دخلت ولقيت ولادو، لقيتهم عايشين نيت معيشهم عيشة واعرة، طوموبيلات طيماكسات. وانا نقول لي هادي عائلتك؟ قال لي اياك. قلت لي راه عندك عائلة زوينة تهلا فيهم. قال لي انا مهلي فيهم كثر من القياس. جبت الصاك ديال الفلوس وانا نوريه ليه، عينيه خرجوا، وبالصدمه جبت كاع دوك الاوراق ديال الملكيه ويسيني لي عليهم. لقيت نعطيه في الوراق وهو تيسيني بلا ما يقرا ويقول لي يلا بسم الله. عيطت على المحامي وقلت لي يلا دير الوراق. داهم وانا هو يقول لي فلوسي. قلت ليه ديالاش؟ قال لي فلوس ديال الشركه واش تسطع عليا؟ قلت ليه بلا ما تغوت، خديت غير حقي وحق بابا. قال لي كيفاش؟ قلت لي ايه حقي وحق بابا اللي خديتيه. قال لي واش انت مريض ولا مالك؟ قال لي قلت ليه انا راه رضا، واش عقلتي عليا؟ بديتي ترعد. قلت لي عندكم ساعد المكانه، الا ما خويتوش عليا غنعيط لكم على البوليس. مزيانه هادي؟ قال لي ولا عافاك ولدي، وانا عمك وباغي تلوحني الزنقه. قلت له وانت اللي لحتيني الزنقه؟ قال لي راه ماذا قلبت عليك وبغيت نردك. قلت ليه اللي فات مات، دابا خرج عليا. جريت عليهم كاملين وعيطت على خالتي رحمه ورحاب. جاو للفيلا وطلبت من رحاب انها تستقل من ديك الخدمه. فعلا استقلات وبديت خدام في الشركه وتنبدا ازيرو وما تنمل ما والو ما كاينش الملل. حتى كبرت شركه مزيان. واحد النهار غادي بولدي للمدرسه، يلاه باغي نخرجوا مع الباب ديال الدار حتى لقيت الاساس قال لي راه عندك واحد الضيف. دخل وما عرفتوش. قال لي دخل ولدك وخلينا نهضروا على انفراد. قلت لي واخا. دخلت ولدي وقال لي دابا بلا صداع، بلا ما يتاثروا عائلتك، انا راه عندي رجال كتار وجاي ننتقم من بابا اللي قتلتيه. قلت ليه هذاك باباك راه تا هو قلب لي عليه وداني للحبس. قال لي ولكن ما كانش عليك تقتلو، دابا يلاه معايا وبلا صداع ملا مشاكل. قلت ليه واخا. مشيت معاه حتى وصلنا لواحد البلاصه، جبت سلاحو وجدو ويالله باغي تيري. سمعت قرطاسه ولكن ما طرا ليا والو. حليت عينيا
ولقيتو طيح، ولقيت وراه الوالد. قلت ليه بابا، تلاحيت عليه وبديت تنبكي ومعنقو. قال لي واش غنبقى انا غير نعتقك بالموت؟ ما غاديش تولي انت قاد براسك انا نقول ليه راك بابا. قلت ليه كيفاش تطرى؟ قال لي راه فاش عرفت بلا مقطع الفران ما عرفتاش بكري، غي ضربتيو مع الشجره وغيبتو، وانا اللوح كنت الاول، نقصت فكيت الباب على ماما حتى هي حتى وتلاحيت حتى انا. تفرقعت الطوموبيله، حنا دانا واحد الراجل، بقينا تتعالجنا انا وماماك وبديت من الاول. هاجرنا وبديت تنخدم من الاول حتى درت هادشي كامل. اولدي الحمد لله حتى لقيتك ونقدتك. فاش مشيت للفيلا لقيت الكاميرات وعرفتو بداوك، بقيت تنقلب حتى وصلت ليك، والحمد لله انني وصلت في الوقت المناسب. عنقتو يقول لي، ولكن تصدمت فاش عرفت شكون اللي قطع الفران. قلت ليه شكون بابا؟ قال لي عمك، داك عمك الكبير اللي ما عنديش معاه. قلت ليه راه كان سكن في الفيلا شحال ودابا خرجتو منك. قال لي ايه ها ولدي، كان غيقتل لك باك. قلت ليه والله تا غننتقم منه الوالد. قال لي اشنو غادي دير ولدي مثلا؟ قلت ليه انا غادي نمشي ونوريك اش غادي ندير. شديت طريقو حتى وصلت جيت بلاصه فين عرفتو سكن ريكاري. بقيتو ومع حل الي الباب خرجت قرطاسه نيشان في راسو، وانا نمشي تنسمع الغوات وانا داير كاغول على وجهي ومشيت. عيطت الوالد وانا نقول ليه الهدف تقضى. قال لي الله يرضي عليك ولدي، الله يرضي عليك. درت انا ورحاب عرس تخر بحضور الوالد، احتفلنا وجات حتى الوالده. عشنا مزيانين طول داك الوقت، وما عمر شي حاجه ما وقعات حتى وصل داك النهار اللي ما عمرني ما توقعته. بعد مرور 5 سنين من الموت ديال عمي، واحد النهار كنت جاي من الشركه ما على باليش، دخلت وانا لقيت رحاب وولدي والوالده والوالد وخالتي رحمه، كل شيء مذبوح وميت بواحد الطريقه اللي بشعه. ولقيت رساله فيها تسلم عليك ولد عمك. بقيت تنقلب درت ليهم جنازه وواقف غير بزز وتنبكي. انا صراحه ميمكنش ليا نعيش وهما واقع عليهم هاد الشيء، ما يمكنش. تاثرت بزاف بهذا الوضع، وما كرهتش نموت وما يوقعش ليهم هاد الشيء، ما كرهتش، ولكن قدر الله ما شاء فعل. اللحظه ظنيت ان قصتي سالات، ولكن كانت قصتي مليئه بالمعاناه وغتبقى كذلك. قصدت الدار ديال عمي اللي كان كاري، لقيتهم راحلين. بقيت تنسول حتى بانت لي اخت مرت عمي ومشيت قصتها. قلت لها خالتي فين مشات اختك؟ بحكم انها ما فراسها والو قالت لي يا ولدي راه مشاو للعروبيه. قصتهم وهز معايا سلاحي، وصلت ومع الدخله تنتكي في كل شيء. بالي هذاك ولد عمي اللي هو نيت كان تيحقر على رحاب، بالي هز واحد الجنويه ومضمق، دست من حداه ويلا باغي يضربني وانا نتيري فيه، طاح ومات. مشيت وانا شاد الطريق وتنتفكر في رحاب. اول مره تلاقينا
وتنبكي. وصلت لواحد الغابة، هبطت من الطوموبيل وجبت واحد الحبل ومعول نقص راسي. ركبت داك الحبل وبديت تنكتب لكم في قصتي حتى كملتها وانا نشرنق راسي. مت على قبل عائلتي. تأكدت بأن الحياة بلا عائلة ما تتسوى والو. خوت، قصة سالات، قصة اللي نتمنى تكون عجباتكم. النهاية ديالها حزينة، دراما تراجيك يعني. نتمنى لكم تكونوا استمتعتوا بالقصة، وما تنسوش لايك سبسكرايب، والسلام عليكم. صبرني يا ربي قاسي جامي تنسى ولو يجيو منك 5. لازم علينا نصبر ونصبر ونصبر، ده حزنا الخاطر والخاطر. لازم علينا نصبر ونصبر، ده حزنا الخاطر وبزز مني نرضى باللي يجيني، واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي بقى تدمع عيني، وبنسي اللي بينك وبيني. وبزز مني نرضى باللي يجيني، واخا مشيتي وخليتيني عليك انتي بقى تدمع عيني، وبنسي اللي بينك وما تقوليش مشات محنينة وخلتني الوردة اللي ما عمرها ما جرحتني، ما خلت توصايا ولا قبل ودعتني. تفكرت آخر مرة حطتني قالت ما تخلينيش، جاوبت ما تبكيش، نفتكر عمري كان باش تعيش. هكا القلب لا بيك مخصنيش، يا الفرش بقي معايا غطريش. استوار دمور جمعتنا والحب اللي كان بيناتنا، بس جامي تنسى ولو يجيو منك 5. انا هديتك قلبي صبرني يا ربي، بس جامي تنسى ولو يجيو منك 5. لازم علينا نصبر